أبو رحمة محمد حسين، ده شاب من سوهاج. يوم الجمعة اللي فاتت راح يبيع شوية غزل بنات وناس تقول عليها بلبل، بس صدفت معاه ما باعش حاجة خالص. بقول كنت رايح عشان أكون تمن فرخة لعيالي وأفرحهم يوم وقفة العيد الكبير عيد الأضحى. يعمل ايه لما ما باعش حاجة؟ النهار كله داير على رجليه وبقول كان الجو حر، اضطر يرمي غزل البنات. واحد ابن حلال معدي لقطه فيديو مش مكمل حتى 10-15 ثانية. الفيديو انتشر على السوشيال ميديا ملايين المشاهدات، حصدها انتشر كالنار في الهشيم. التضامن الاجتماعي وحياة كريمة ورجل الأعمال المصري وعضو مجلس الشيوخ أحمد أبو هشيمة كلمه، ويعني هيجيب له كشك وعده بكده وهيديله مبلغ مالي كتير يتمعش منه هو وولاده. عنده 4 أولاد أكبرهم في سنة 6. طبعا ده عايش مع أمه، لكن هو شاب طيب عنده 31 سنة. لما تشوف الدنيا ولما تشوف الرزق اللي جاله، ولما يعني صدق قول الشاعر: ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج، ما بعد الضيق إلى الفرج. فاحنا يعني بنعرض عليكم الفيديو بتاع الأخ أبو رحمة محمد حسين اللي من محافظة سوهاج. زي ما حضراتكم شايفين كده، هو لما زهق وطهق من القعدة النهار كله واللف على القدم بدأ يقطع في البلبل أو غزل البنات هو ويرميه في الأرض. الفيديو لما انتشر يعني ناس كتيرة يعني بكت وتعاطفت معاه. يعني وصل الأمر به كده عايز يجيب فرخة لولاده، بس ما قدرش حتى يجيب حتى غموس كده عادي. إن شاء الله نشرح لكم اللي حصل بعد ما تصلوا على رسول الله. تابعوا الحكاية معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، عليه نتوكل وبه نستعين. صلوا على النبي الهادي الكريم. مشاهدي الكرام، نحبكم في الله. حلقة جديدة من برنامج الحكاية وما فيها، البرنامج اللي من خلاله بنناقش أخطر وأغرب القضايا والجرائم والحوادث الشائكة. أحداث هذه الحلقة جرت بمدينة من مدن محافظة سوهاج. شاب زي كل الشباب عنده 31 سنة متوكل على الله، اسمه أبو رحمة، اسمه الشهرة محمد حسين. بيبيع شوية غزل بنات وناس تقول عليها بلبل وناس تقول عليها مسكر، كل محافظة لها سبرها. ولكن بيطلع من الصبح ما يجيش إلا آخر النهار يا سادة. صدف في وشه يوم وقفة الوقفة، كان يوم الجمعة اللي فاتت، ما باعش حاجة خالص على حد زعم روايته. فجه في الفيديو هو لما طهق بقى ما باعش حاجة ولا جاب فرخة لعياله ولا حتى جاب لهم أي حاجة. راح رمى غزل البنات وبقى يقطع فيه في الأرض ومشي. واحد معدي لقطه فيديو نشره، انتشر الفيديو على السوشيال ميديا والمواقع الإلكترونية كالنار في الهشيم. ملايين المشاهدات داخل مصر وخارج مصر والعالم كله. اتعاطف معاه ملايين البشر وناس بكت. قال الراجل ده حاله زهقان، لو ما كان كده ما كانش عمل كده. التضامن الاجتماعي وحياة كريمة ورجل الأعمال المصري الشهم القدير أحمد أبو هشيمة عضو مجلس الشيوخ اتعاطف معاه جدا ووعده إنه هيجيب له كشك ويديله مبلغ مالي كبير. وناس كتير على السوشيال ميديا عايزة رقم الراجل تتواصل معاه عشان تساعده. مش ده بس، ده في ناس كتيرة كده حالتهم تعبانة، لكن ده يعني اللي ظهر في الإعلام. الأخ أبو رحمة عنده 4 أولاد، 31 سنة، وطلع من أولى زراعة ما كملش تعليم، لكن هو طيب عايش مع أمه في البيت. ظروفه تعبانة جدا، حتى إن المواقع الإلكترونية لما جابت وصورت معاه البيت بيته تعبان جدا، لكن هو حامد ربنا. ولما مشي من الساعة 6 لحد بعد المغرب ما بحشي، فرمى غزل البنات كده. بيقول أنا كنت طالع والنية خير إن أنا اللي أكسبهم على حد زعم روايته أجيبهم فرخة لأولاد ب200 جنيه مثلا. فالناس بتقوله له والمقدمين البرامج والمذيعين والمواقع الإلكترونية بيقولوا طب أنت بتكسب كام في اليوم؟ قال لهم أكتر يوم في حياتي كسبت 150 جنيه، والساحة على اللاحق، يعني ما فيش حاجة مكسورة. من هنا لما تشوف يعني الحمد الراجل ده، يعني الشكر والحمد والصبر اللي صبره الراجل ده
دي حاجة جميلة جدا. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. سبحان الله وتعالى، يعني ما بعد الضيقة للفرج، ربنا فرج عليه من وسع. يعني أبو رحمة خد قلوب ناس كتير معاه، ناس خيرين، الخير فيه وفي أمتي إلى يوم الدين، والناس كلها اتعاطفت معاه، واللي قدر يساعد بأي حاجة بيساعده هنا وهنا، وناس طلبت رقم تليفونه كتير. فطبعا هو بيقول أنا ما في حياتي حتى أكن في حلم، أمه بتقول ده ابني أكنه في حلم. طلع على الله واحد صور، هو ما يعرفش أساسا إيه اللي صوره مين، لكن ده كرم ربنا. ملك الملوك إذا وهب لا تسألن عن السبب، هو نصيبه كده ورزقه كده، وراجل طيب وراجل صالح، وربنا رزقه وعشاه. فحبينا يعني نغطي معاكم الحلقة دي، ونعرفكم إن الإنسان صافي النية دي بيبقى له حال مع ربنا، لأن ده ماشي ومتوكل على الله وما بحش حاجة. فأنا هروح بملأته من العيشة، جه رامي غزل البنات وقطع ورماه. الفيديو اللي اتصور يعني ربنا يقول لي شيء كن فيكون، حصل ملايين المشاهدات. التعاطف معاه على أوسع نطاق، ساعدوه رجال أعمال، التضامن الاجتماعي، حياة كريمة، هيبنوا له كشك، يجيبوا له كشك في مكان محترم، يمولوه بقرشين مشروع، وإن شاء الله يقف على رجليه وغيره يقف على رجليه. لكن أهم حاجة في الدنيا دي القناعة كنز لا يفنى، والإنسان ما يبصش للي في إيد غيره، ولا اللي في رزق غيره، ولا اللي في مرزق غيره، لأن ربك لما يبارك في القليل بيبقى كتير. ربك لما يبارك في القليل بيبقى كتير. كل عام وأنتم بخير، دمتم في أمان الله.